السلام عليكم. عارف ان الكبد ممكن يتخزن فيه دهون زي ما بتتخزن على البطن، وده اسمه الكبد الدهني. الكبد الطبيعي بيستقبل الدهون من الاكل، يا اما يحرقها كطاقه يا اما يبعتها يتخزن في اماكنها الصح زي تحت الجلد مثلا. لكن لما ندي الكبد دهون وسكريات اكتر من طاقته، ومع قله الحركه والسمنه، الكبد بيتزنق، ما بيلحقش يتخلص من الدهون كلها. الدهون بتدخل الكبد بكميات اكبر من طاقته، الكبد ما يلحقش يبعتها كلها للدم، يبدأ يخزنها جواه على شكل قطرات دهنية جوه الخلايا الكبدية. لما نسبة الدهون دي تتعدى 10% من وزن الكبد نفسه، ساعتها الكبد بيتحول لكبد دهني. في الأول ممكن ما تحسش بأي أعراض، لكن لو استمر الوضع ممكن يحصل التهاب وبعدها تليف ومخاطر خطيرة ومشاكل كبيرة. عشان كده الكبد الدهني مش مجرد تراكم دهون بسيط، لا، ده إنذار لازم ناخد بالنا منه. الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم ايه هي اعراض الكبد الدهني مع شويه نصايح. تابعوني.